السلام عليكم. النهاردة فيديو جديد هنعمل وصفة البريوش بعجينة قطنية جدا. ما شاء الله هتطلع معاكي هشة وطرية زي السحاب، وهتطلع معاكي خفيفة جدا. وصفة ممتازة جنب كوباية الشاي بلبن كده هتبقى حلوة قوي. لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي فاطمة ودي قناتي. اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد، وحطي بقى لايك للفيديو دوت. يلا نسمي الله ونبدأ الفيديو. اول حاجة كده معايا كوباية من الحليب الدافي، هنزل بيهم كده ببولة وعليهم معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وضفت عليهم معلقتين كبار من السكر. هقلب كل المكونات دي كده مع بعض لغاية الخميرة والسكر كده ما يدوبوا مع بعض. بعد كده هضيف كمان ربع كوباية من الزيت، وضفت كمان معلقة كبيرة من الخل. وفايدة الخل ان هو بيدي لون فاتح للمعجنات. هقلب بقى كده المكونات اللي انا حطيتها مع بعض كويس قوي. بعد كده هضيف نص كيلو من الدقيق، والدقيق ده يكون منخول كويس، ونص كيلو ما يعادل 4 أكواب بمج الشاي العادي. وهضيف عليهم ذرة كده من الملح وربع معلقة من البيكنج باودر. وضفت كمان باكت من الفانيليا، بيدي ريحة حلوة قوي للمعجنات بتاعتنا. هبدأ اقلب الدقيق كده مع المكونات السايلة بالشكل دوت. واهم حاجة ان احنا نكون نخلين الدقيق كويس جدا. بعد كده هبدأ اقلب بايدي كده وابدأ اعجن العجينة زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ اعجنها كويس جدا لمدة ما تقلش عن ربع ساعة. بعد كده معايا ربع كوباية من الحليب الدافي برضو هضيفها لان العجينة كانت ناشفة معايا. هعجنها كويس جدا، وعشان البريوش يطلع معانا طري كده وهش، لازم العجينة بتاعتنا تكون طرية ما تكونش ناشفة قوي. نعجنها بقى كويس كده لمدة 10 دقايق. هنا حسيت ان هي محتاجة كمان معلقتين من الحليب، هضيف لها كمان كده معلقتين. وممكن برضو نستبدل بدل الحليب دوت نستبدل مية، وممكن نعمل ميكس ما بين المية والحليب المتوفر عندك، مفيش اي مشكلة. هقلبهم كده كويس مع بعض. هفضل اعجن كده لمدة 10 دقايق او ربع ساعة لغاية العجينة ما تبقى ناعمة معايا وطرية زي ما انتوا هتشوفوها دلوقتي. وكده ما شاء الله العجينة بتاعتي كده بتلزق بسيط مش ناشفة. زي ما قلتلك اهم حاجة ان العجينة ما تبقاش ناشفة كده وقاسية معانا. جبت طبق نضيف تاني وحطيت كده فيه دهنة من الزيت، وهحط فيه العجينة بتاعتي واغطيها بطبقة من الاسترتش، وهسيبها تخمر لمدة نص ساعة او ساعة الا ربع حسب طبعا الجو عندك، وطبعا الجو حر، فانا هسيبها نص ساعة بس تخمر واحطها في مكان دافي. وهنا بعد ما عدى عليها نص ساعة ما شاء الله اختمرت ازاي، حجمها تضاعف بالشكل دوت. هبدأ ان انا انزل الخمر منها زي ما انتم شايفين كده بالشكل دوت. هبدأ اقطع العجينة كرات كده. الكرة دي كانت حوالي 65 جرام. لو عندك ميزان هتوزنيها بنفس الشكل كده. لو ما عندكيش هتعمليها كده بحجم الليمونة الكبيرة. لو عايزاها اصغر من كده ممكن تعمليها 50 جرام، زي ما انتي عايزة طبعا، حسب ما انتي عايزة وحسب رغبتك. انا قطعت كل الكمية دي زي ما انتوا شايفين كده 65 جرام، وزنتها بالميزانة وطلعت معايا الكرات اللي انتوا شايفينها بالشكل دوت. انا حطيتهم في طبق، والطبق دوت انا كنت دهناه كده دهنة من الزيت، دهنة بسيطة من الزيت، وغطيتها بكيس نضيف بالشكل دوت كده عشان العجينة ما تنشفش معايا. وهسيبها تخمر لمدة ربع ساعة مش اكتر. بعد كده بناخد اول كورة كورناها ونفردها بالشكل كده، هنفردها بشكل طولي زي ما انتم شايفين كده. نفردها بالنشابة وهجيبها كده قدامي بالشكل دوت. وهبدأ ان انا الفها رول بالشكل دوت كده. وطبعا لو انت حابة ان انت تحشيها تحط لها اي حشوة انت تحبيها، وتقفليها برضو نفس التقفيلة دي. وهبدأ ان انا اقفل عليها كده بالشكل دوت كده. اهم حاجة ان احنا نقفل الطرف ده كويس جدا ونتأكد ان هو اتقفل. بعد كده هبدأ ان انا الفها رول طويل بالشكل دوت كده. بعد كده هبدأ ان انا الفها. هناخد كده الطرف الاول نلفها حوالين نفسه ونخرجها من تحتها ونرفعها وندخلها بالشكل دوت كده. ونبدأ ان احنا نقفل الطرفين مع بعض كده من تحت ونقفلهم كويس قوي. طبعا الفيديو موضح اكتر. هبدأ ان انا افرد برضو واحدة معاكم تاني. هبدأ افردها بشكل طولي بالشكل دوت كده.
بعد كده هبدأ ان انا الفها لفة رول كده، وتكون لفة محكمة عشان ما يبقاش جواها هوا، وهلفها كويس وهرولها بالشكل دوت. اهم حاجة ان احنا نقفل الجوانب دي كويس قوي عشان ما تفتحش مننا ويبقى شكلها مش حلو. وهبدأ ان انا ارولها كده وتبقى معايا لفة طويلة شوية بالشكل دوت كده. بعد كده هبدأ ان انا الفها حوالين نفسها، بنخرجها من تحت، يعني احنا كده بنرفع الحرف كده ونطلعه من تحت لفوق، بنلفها حوالين نفسها مرتين، وابدأ اقفل كده الطرفين كده مع بعض من تحت. هعمل برضو معاكم واحدة تانية. هبدأ ان انا الفها بالشكل دوت كده وادخلها من النص والفها حوالين نفسها، بنلفها مرتين كده، واخر الطرفين ببدأ ان انا الزقهم مع بعض جامد كده عشان ما يفكوش مني في الخمر او يفكوا مني في الفرن. طبعا الفيديو موضح اكتر. اهم حاجة نقفلها كويس جدا، وهسيبهم بقى يخمروا لمدة ربع ساعة. انا كنت خلصت كل الكمية بالشكل دوت كده، وكان في صاج تاني فيه شوية برضو. هبدأ ان انا ادهن الوش كده بشوية من الحليب، وممكن انتي تدهنيه برضو بصفار بيض. واهم حاجة نسيب مسافة بسيطة بين كل واحدة والتانية، عشان طبعا بعد التسوية واثناء التخمير ممكن يلزقوا ببعض. بعد كده بدأت ان انا ارش السمسم عشان يتماسك كويس كده على الحليب، على البريوش كده. اول ما بدأت ان انا احط الحليب بالشكل دوت. وطبعا لو انتي حابة تحطي سكر دي حاجة اختياري بالنسبة لك. بالنسبة للتسوية انا بدخله فرن مشتغل قبلها بربع ساعة على درجة حرارة عالية، على رف اوسط. اول ما بياخد لون من تحت بفتح عليه الشواية. واهم حاجة ان انتي بتحركي الصاج كده كل دقيقتين 3 عشان ياخد لون موحد. واول ما بياخد لون زي ما قلتلك بتفتحي عليه الشواية. انا عملت كل الكمية بنفس الطريقة. واول ما بيخرجوا معاكي من الفرن بتبدأي تغطيهم بفوطة عشان يبقوا طريين. ما شاء الله البريوش طالع كله طري ما شاء الله. سهل جدا وطريقته ما خدتش معايا اي وقت. انا اديته كده مسحه من عسل النحل، ودي حاجه اختياريه بتديله طعم حلو قوي. ما شاء الله طالع معايا كله طري، واخد معايا لون حلو قوي من تحت ومن فوق، طري كده زي السحابه ما شاء الله. هش جدا وزي القطن. طريقته ما خدتش معايا اي وقت. حلو قوي للفطار والعشاء كده مع كوبايه شاي بلبن. وحلو قوي في اللانش بوكس للاولاد في الامتحانات. وحلو قوي ان انتي تاخديه في المصيف كده في الفطار. طريقته سهلة جدا، ياريت بقى تجربيه وتقوليلي رأيك في الكومنتات. ولو وصلتي معايا لغاية هنا ما تنسيش بقى تحطي لايك للفيديو واشتراك في القناة.